اهلا بيكم. هتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. ليه المصري مش حاسس بالاصلاح الاقتصادي اللي هي بتعمله الدولة؟ بالرغم من احنا دلوقتي في صناعة الذهب في مصر كمان بقت عالية جدا، وصلت العائدات بتاعت صناعة الذهب في مصر 5 مليار دولار نهاية 25. بقينا في استخراج، في تكرير، في تصدير في الذهب، في اتفاقيات كبيرة مع شركات، بنوسع الانتاج، في مناجم جديدة بنكتشفها للذهب، في قوة انتاجية كبيرة، في صادرات للذهب لدول كتيرة ل 143 دولة. نجحت مصر في تصدير الذهب المقرر بقيمة 5 مليار دولار مع اعتماد دولي بيعزز الصادرات ويرفع قيمتها بنسبة 20%. مبيعات الذهب والفضة سجلت 1.5 مليار دولار بنحو 57% زيادة، بينما ارتفعت صادرات المعادن الثقيلة بنسبة 194%، زادت بلغت 4 مليار دولار. احتياط قوي ورؤية طموحة للمستقبل. ارتفع احتياط الذهب ل 128.5 طن وتسعى مصر للزيادة. مساهمة مصر للتعدين بالناتج المحلي ل9%، وطرح مزايدة جديدة في 2026. يعني الانتاج بيزيد من المعادن ومن الذهب، وفي شغل جامد في الحكاية دي. كمان غير الذهب في نمو في مصر، نمو اقتصادي ارتفع من 2.4% السنة اللي فاتت ل 4.3% السنة دي، 4.3% السنة دي. كمان النمو هيزيد كمان في خلال سنين قريبة جدا، هتبقى 7% واكتر. التضخم انخفض من طبعا انتوا عارفين السنين اللي فاتت كان التضخم وصل لأرقام كبيرة، دلوقتي وصل ل 12%، وهيوصل كمان لأقل من 10% بحلول السنة الجاية. كمان الدين تراجع من 96% ل 85%، والهدف للنزول كمان ل 80% وأقل كمان لغاية 50%. استهداف خفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنويا. القطاع الخاص فيه شغل جامد، فيه أكتر من 60% من الاستثمارات. في تراجع معدلات البطالة بكتير وتحسين ميزان المدفوعات. السياحة كمان زادت السنة دي بالرغم من الظروف اللي حوالينا والحروب، ولكنها زادت. ولما كمان الحروب تهدى وما يبقاش في حروب، هيبقى كمان السياحة تكتر. أكتر من 30 مليون سايح، هيبقى 30 مليون سايح بيقولوا في 2030، ولكن هي في توقعات بيبقى أكتر كمان، أكتر من 30 مليون في 2030. الصادرات السلعية هتوصل ل 145 مليار دولار. بنصدر سلع زراعية وسلع صناعية كمان. بقينا دخلنا في عملنا مصانع جديدة صناعية كبيرة. كل المؤشرات تؤكد ان هناك خطة واضحة للاقتصاد بيستعيد عافيته خطوة بعد خطوة نحو مستقبل اكتر استقرار وقوة. طب ليه بعد ده كله، ليه المصري مش حاسس ان في حاجة؟ ظروفه زي ما هي، الاصلاح الاقتصادي مش حاسس، يعني مش واصل الانسان نفسه. ولكن الارقام دي بتوضح ان هيبقى في احسن السنين اللي جاية، قريبة جدا مش بعيدة ان شاء الله. الحروب دي تقف والاصلاح الاقتصادي هيكتر والمصانع هتكتر والانتاج والصادرات هتزيد، وان شاء الله المصري نفسه هيحس بالفرق. وبكده الحلقة خلصت. يا ريت ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.